الجوع وجاع وهله، وحاول وراح يمين يسار يدور شغل، ما لقى شيء، ولا هو بالفروسية اللي بالحيل اللي غزي مع الرجال ويكسب. رجال على قد حاله، فاجتمع مع أخوه قال يا ولد دورنا حيلة، حنا ذبحنا الجوع شو نسوي؟ قال أخوه نبي نروح للعراق، العراق به خيرات وحكام الحيرة بك الوقت المناذرة، لعلنا ناقف بدرب الملك يعطينا ونشوف وضعنا، احنا ما عندنا شيء بعد. قال يلا مشينا، وكان معهم بعيرين. رتب المرة وبعض الوغدان على بعير، والوغدان الثاني على البعير الثاني، هو أخوه يقودون البعير. مشوا 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 يا ما وصلوا العراق. وصل العراق، جلس طريق الملك، حاول يمين، يعطونهم الناس بس يعني عيشة أكلهم اليوم، هو طمعان يعني بأكثر، لعله يصيبه غنى وينتفع من الإبل إذا أعطاه الملك، لكن هو رفع سقف الطموحات، واللي شافه أقل من هالشيء هذا. فقال اسمع يا أخو، أنت اجلس ومرتي عندك أمانة وعيالي، أنا بروح أبهيم على وجهي لعلي ألقى شيء، ولا أو كاد أن مرتي وعيالي عندك بذمتك، أنا بدور عيشة، وإن ما جيتك الشكوى يمكن مت بحدا الطرقات ولا. فودع أخوه، ودع زوجته وأبنائه، ومشى الرجال مشى وطلع من الحيرة كلها ومن العراق كله يمشي على وجهه، يا ما دخل بالصحراء، باله لعله يلقى إبل همل شيء ياخذهن ينتفع بهن، يبي يدور أي شيء بيعيشه. فيقول مشيت مسيرة 3 أيام، يا ما لقيت بيت شعر لحاله، عنده خيل عربية أصيلة، يقول أنا طمع به، كتب يما تغيب الشمس ويتسلل وبأسرق الخيل هذا، لأن الخيل الأصيلة تشرب إبل، تشرب 20 ناقة 30 ناقة بعضهن أكثر، فطمع بالخيل نوى أنه يسرقها الرجال. يقول يا ما غابت الشمس وأنا أتسلل وأنا فك الحبل اللي هي مربوطة به الخيل، يقول أنا فكه، ما يقول ما دريت إلا الرمح بظهري، رعية جاء قال اشتري عمرك اتركه. يقول التفت الرجال بين هيئته هيئة الفارس الخيال، يعني يبي يقتل. فيقول مشيت كملت مسير، هو معه قوس ومعه بردة اللي يحط بها السهم. يقول مشيت بوجهي وانا هيم ثاني مرة 3 أيام على وجهي. يقول ما شفت بيت شعر كبير شوي، وعنده مكان واضح، مكان للإبل ومواطئ إبل واجد. يقول وانا ذابحنا الجوع، ال6 أيام اللي فات هذه يقول اكل من خشاش الارض،